أهلاً بكم يا جماعة. أكيد كلنا جربنا نستخدم شات جي بي تي أو أي شات بوت تاني وسألنا نفسنا هو إزاي بيفهم كلامنا بالدقة دي؟ السر كله في حاجة اسمها self attention. النهاردة بقى هنفك شفرة الموضوع ده ونعرف ليه التقنية دي هي العقل المدبر وراء أغلب أدوات ال AI اللي بنتعامل معاها كل يوم. طيب هنتكلم في إيه النهاردة؟ أول حاجة هنعرف ليه السلف اتنشن ده مهم أصلاً. بعد كده هنبسطه خالص ونشوف بيشتغل إزاي من بعيد لبعيد كده ومن غير أي تعقيد، وهنشوف بنستخدمه فين في حياتنا، وهنعمل مقارنة سريعة بينه وبين الطرق اللي كانت قبله، وفي الآخر هنلخص كل الكلام ده. يلا بينا. طيب نبدأ بأول نقطة. ليه أصلاً بنتكلم عن السيلف اتنشن وليه هو مهم قوي كده؟ بصوا، أكبر مشكلة كانت بتقابل أي موديل ذكاء اصطناعي زمان هي إنه يفهم الكونتكست، يعني السياق بتاع الكلام. يعني مثلا لو بصينا على جملتين زي دول، الجملة الأولى بتقول The bank of the river والتانية The bank of the country. كلمة bank هنا هي لكن إحنا كبشر فاهمين كويس قوي إن المعنى مختلف تماماً. في الأولى نقصد بيها ضفة النهر، وفي التانية نقصد بيها البنك اللي بنحط فيه الفلوس. إيه اللي خلانا نفهم الفرق؟ الكلمات اللي جنبها river و country، هو ده الكونتكست. المشكلة بقى إن زمان ال AI كان بيتلخبط جداً في حاجة زي دي. وهنا بقى بيجي دور البطل بتاعنا السيلف اتنشن. التقنية دي هي اللي حلت المشكلة دي. هي بالظبط القلب بتاع الترانسفورمر اركيتكتشر، اللي هي أصلاً المحرك اللي قايم عليه تقريباً كل الجنراتيف AI اللي بنشوفه النهاردة. فممكن نقول إنها كانت الحل الساحري لمشكلة السياق دي. تمام قوي، عرفنا أهميته. طيب يعني إيه بقى سيلف اتنشن كمفهوم؟ عشان نفهمها تعالوا نستخدم تشبيه بسيط جدا. تخيلوا كده إن حد فينا قاعد في اجتماع، عشان يفهم إيه اللي بيحصل بجد مش كفاية إنه يسمع للشخص اللي بيتكلم وبس، لأ، ده لازم يبص على كل اللي قاعدين في الأوضة، يشوف تعبير وشهم، مين موافق، مين شكله متفاجئ، مين سرحان أصلاً. النظرة الكاملة دي هي اللي بتدي فهم عميق للموقف كله. السلف اتنشن بيعمل نفس الحركة دي بالظبط بس مع الكلمات. هو ميكانيزم بيخلي كل كلمة في الجملة، وبالمناسبة بنسميها في شغلنا توكن، تبص على كل الكلمات التانية اللي معاها في الجملة في نفس اللحظة. من خلال النظرة الشاملة دي كل كلمة بتقدر تفهم معناها الحقيقي جوه السياق ده. حلو الكلام، كده فهمنا الفكرة العامة. طيب نيجي للسؤال المهم، الموضوع ده بيشتغل إزاي من جوه؟ ومن غير ما ندخل في أي معادلات رياضية أو كود، الموضوع أبسط مما نتخيل. القصة كلها بتتم على 3 خطوات. أول خطوة، كل كلمة بتبص على كل الكلمات اللي معاها في الجملة كلهم في نفس الوقت. تاني خطوة، بتبدأ تحسب أهمية كل كلمة تانية بالنسبة لها، يعني بتديها وزن أو سكور. الكلمات اللي ليها علاقة بيها بتاخد سكور عالي، والكلمات اللي ملهاش لازمة قوي لمعناها بتاخد سكور قليل. تالت خطوة، بناء على الأوزان دي كل كلمة بتعمل لنفسها أبديت، يعني بتبني فهم جديد وأوضح لنفسها بناء على علاقتها باللي حواليها. أهم حاجة في القصة دي كلها إنه كل ده بيحصل بشكل بارلل، يعني في نفس اللحظة. الموديل مش بيقرأ كلمة وبعدين اللي وراها، لأ، ده بيبص على الجملة كلها مرة واحدة. وده هو السر اللي بيخليه يقدر يكون اللي بنسميه global context، يعني فهم كامل وشامل لكل النص. طيب كلام نظري جميل، بس هل بنشوف الكلام ده في الحقيقة؟ طبعاً، وبنشوفه كل يوم وفي كل حتة تقريباً. يعني مثلا الشات بوتس زي تشات جي بي تي دي شغالة بسلف اتنشن. خدمات الترجمة زي جوجل ترانسليت اللي مستواها طور جدا برضو سلف اتنشن. الأدوات اللي بتلخص مقالات طويلة أو حتى اللي بتكتب كود، كل ده قايم على نفس الفكرة. نقدر نقول إن السلف اتنشن هو القلب بتاع كل التطبيقات دي. وعشان نحس بقيمة السلف اتنشن أكتر، تعالوا نعمل مقارنة سريعة بينه وبين الطريقة اللي كانت شغالة زمان، اللي هي السيكوينشال بروسيسنج. الفرق بينهم جوهري. السيلف اتنشن اللي في ترانسفورمرز بيبص على كل كلمات مرة واحدة parallel، وده بيخليه ممتاز في إنه يفهم العلاقات بين الكلمات حتى لو بعيد عن بعض في النص. الناحية التانية السيكوينشال بروسيسنج زي في الRNNs كان بيقرأ كلمة كلمة بالترتيب sequential، وده كان بيخليه ينسى أول الجملة لما يوصل لآخرها، فكان عنده مشكلة مع الجمل الطويلة. باختصار السيلف اتنشن معمول عشان يفهم السياق العميق، أما السيكوينشال بروسيسنج كان آخره المهام البسيطة اللي محتاجة ترتيب. تمام قوي، كده إحنا لمينا الموضوع. تعالوا بقى نلخص أهم النقط اللي قلناها ونشوف إيه الخطوة الجاية للي حابب يكمل. الخلاصة في 4 نقط.
أول حاجة إنه بيبني global context، يعني فهم شامل للنص كله. تاني حاجة بيستخدم contextual weighting عشان يعرف كل كلمة مرتبطة باللي حواليها إزاي. تالت حاجة بيحل مشكلة long range dependencies، يعني بيقدر يربط الكلمات ببعضها حتى لو بعيدة. ورابع وأهم حاجة إنه هو الإنجن اللي بيشغل transformer architecture. طيب لو الموضوع عجبكم عايزين تعرفوا أكتر تعملوا إيه؟ أول حاجة لازم تقروا البيبر اللي غيرت كل حاجة واسمها Attention is all you need. تاني حاجة ادخلوا واقروا أكتر عن الترانسفورمر architecture نفسها. تالت حاجة اعملوا سيرش على الثلاث كلمات دول query, key, value أو اختصارهم QKV. دول هما الميكانيزم الأساسي اللي السيلف اتنشن بيشتغل بيه. وخلينا نختم بسؤال كده نفكر فيه. دلوقتي بما ان ال AI وصل للمرحلة دي من فهم السياق، تفتكروا ايه هي المشكلة الكبيرة الجاية اللي مستنياه عشان يحلها؟